حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم سمك بوري بالزيت والليمون، حاجه كده ايه خطيره. سمك بقى بصوا تحفه، لونه شكله منظره خطير. كل اسرار الزيت والليمون وازاي بيتعمل وتطلعي احسن نتيجه من السمك ويبقى معاكي جوسي وطري وتحفه وطعمه في منتهى الروعه والجمال. وحاطه بقى تحتيه بطاطس، طعمها هي كمان وهمي، شاربة بقى من التتبيلة بتاعت السمك وشاربة كده من طعم السمك، والبطاطس طعمها في حتة تانية خالص، حاجة كده بجد خطيرة. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ويلا نصلي ونسلم على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف السمك بتاعنا ده عملناه ازاي. اول حاجة بقى علشان اعمل السمك طبعا التتبيلة، عندي بقى طماطم، جزر، عندي خضرة، عندي كزبرة وشبت، عندي كمان عصير ليمون، عندي فصوص من الثوم، والبهارات عندي كمون، كزبرة، بابريكا، 7 بهارات، فلفل اسود، ورشة من الحبهان الباودر، ورشة من الزعتر. التوابل دي اللي موجود عندك حطيه، اللي مش موجود مش مشكلة، بس هو الأساسي الكمون طبعا والكزبرة والفلفل الأسود، دول أساسي في تتبيلة السمك معايا. هجيب بقى الكبة واحط فيها كل الكلام ده، الطماطم بقى والجزر والخضرة اللي معايا والفصوص الثوم وكل ده، واشغل بقى الكبة على الكلام ده كله واخلطه مع بعضه. التتبيلة دي ريحتها في منتهى الجمال، والجزر كده بيدي تسكيرة حلوة جدا، والكزبرة كمان بتدي طعم وريحة كده للتتبيلة بتاعتي في منتهى الجمال. بس كده بفضي بقى التتبيلة بتاعتي في بولة كده، طبعا دي كتيرة جدا انا مش بستخدمها كلها، باخد على قد السمك بتاعي بتبله، والباقي بشيله في الفريزر، بيبقى جاهز عندي بستخدمه في اي مرة تانية. اضيف بقى عليها عصير الليمون واضيف التوابل بتاعتي كلها، وطبعا الملح ما ننساهوش زي ما قلت لكم، اساسي معايا الكمون، الكزبره، الفلفل الاسود. بعد كده بقى الحبهان البودر والسبع بهارات والحاجات دي مش اساسي معايا قوي، بس لو موجوده بتدي ريحه حلوه قوي للسمك معايا. بجيب بقى السمك طبعا مغسول ومتنضف وزي الفل زي ما انت شايفه كده، تكوني غسلاه كويس جدا، يستحسن كمان تكوني نقعاه في ميه فيها ملح، تكوني حاطه فيها نسبه ملح كويسه، وتحطي السمك فيها لمدة مثلا نص ساعة كده ولا حاجة، عشان السمك من جوه يبقى شارب كده من الملح، يعني يبقى اللحم السمك من جوه كله الملح واصل له، فيبقى معايا طعمه حلو جدا. بعد كده بطلع السمك بقى من المية دي وبتبله بالتتبيلة التحفة اللي انا عملتها، وبفضل بتبل السمك لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. بعد كده بعمل حشوة في قلب السمك بتدي للسمك كده طعم وريحة حلوة خالص. دي خطوة مش اساسي، ممكن ما تعمليهاش، بس هي بتدي نتيجة وريحة صدقوني للسمك حلوة جدا. بجيب شرايح من البصل وشرايح من الليمون، وبحط عليهم كمون وكزبرة وملح وشوية زيت، مش كتير يعني حوالي معلقتين زيت كده، وبقلب كل الكلام ده مع بعض. ملح مش كتير، على قد بس مجرد البصل والليمون اللي انا حطاه، يعني يعني نص معلقة ملح صغيرة كده، واقلب الكلام ده مع بعضه كده، واحشي بطن السمكه من جوه بالحشوه دي. عايزه اقول لكم الحشوه دي بتدي طعم بقى وريحه للسمك حلوه جدا. زي ما قلت لكم هي خطوه مش اساسيه، اختياريه، بس بتفرق صدقوني جدا جدا. شرايح الليمون مع البصل لما السمك بيستوي بتفضل كده الحاجات دي موجوده كده صحيحه، طعمها حلو، بتتاكل كده مع السمك وانتي بتاكلي بتبقى طعمها حلو جدا. نيجي بقى للخلطة الأساسية بتاعة الزيت والليمون اللي أنا بضيفها على السمك. بجيب بولة وبحط فيها بقى ربع كوباية من عصير الليمون وحوالي فصين من الثوم، وبحط برضو حوالي ربع كوباية من الزيت، وبحط بقى طبعا معلقة من الكمون، بحط الكزبرة، وبحط ملح مش كتير يعني حوالي نص معلقة كده من الملح. وبعد كده دي كده الخلطة بتاعتي بتبقى جاهزة بتاعة الزيت والليمون. بعد كده بقى هجيب البطاطس واقطعها بالقطاعة بتاعة الشيبسي علشان تبقى رفيعة معايا
وتستوي معايا تحت السمك، ما تبقاش يعني مش يبقاش السمك مستوي البطاطس لا، علشان البطاطس تستوي مع السمك. انتوا عارفين السمك ما بياخدش اي وقت في التسويه. بصوا رفيعه ازاي بالشكل ده. وبجهز بقى شرايح من البصل كمان وشرايح من الليمون، دي بحطها على الصينيه بتاعتي. بجيب الصينيه بقى اللي انا هدخلها الفرن، وبنزل عليها بقى البطاطس، وبنزل عليها شرايح البصل، وبنزل عليها شرايح الليمون. وبجيب كده معلقه صغيره من التتبيله اللي كنت عاملاها بتاعه السمك، اللي تبلت بيها السمك، وبخلطها بقى كده مع البطاطس والبصل وشرايح الليمون، عشان البطاطس هي كمان تبقى واصل لها التتبيله ويبقى طعمها حلو جدا. بس كده بتأكد ان ايه البطاطس مغطية الصينية بتاعتي كلها، وانزل بقى السمك اللي انا تبلته فوق البطاطس كده. وتخيلوا بقى يا جماعة الأطعمة دي كلها لما تدخل في بعض. بصوا الحشوة اللي انا حطيتها في السمك شكلها ازاي منور وحلوة جدا. لما تفتحي السمكية كده وتلاقي شرايح البصل والليمون، شكلها بجد في منتهى الجمال. الخلطة بقى بتاعت الزيت والليمون دي الأساسي معايا، هو اسمه سمك زيت والليمون. أنزل بقى بالخلطة دي على السمك بالشكل ده، وأقفله بقى بورق الفويل كويس جدا. والفرن بتاعي بيكون متسخن على درجة حرارة 180، يعني درجة حرارة متوسطة، مش عالية قوي ومش واطية، بس الفرن يكون متسخن مسبقا. وبدخل الصينية بقى الفرن. لو السمك أنا السمك هنا بتاعي حجمه مش كبير قوي، فعلشان كده ما قطعتوش بالسكينة. لو السمك عندك حجمه كبير، بتشرحيه شرايح خفيفة كده بالسكينة، علشان الزيت والليمون يدخل جوه السمك نفسه، وكمان علشان يستوي معاكي بسرعة ويبقى تسويته مظبوطة. بس كده بيقعد في الفرن حوالي نص ساعة، من تلت ساعة لنص ساعة. طبعا الفرن زي ما قلتلك بيبقى سخن من الأول. وبتدخليه وتفتحي بقى الفويل بعد ما يستوي السمك وتتأكدي ان السمك استوى. بتروحي شايلة الفويل وتسيبيه كمان 5 دقايق ياخد لون كده خفيف زي ما انتي شايفة، وبيطلع بالمنظر ده والجمال ده زي ما انتي شايفة كده، شكله يفتح النفس. بصي السمكية بقى لما نفتحها كده، السمك البوري تحفة، لحمه أبيض وجميل وزي الفل. والتتبيلة اللي حطيناها بقى البصل والليمون، بصي بقى منظره جوه السمكية كده لما بنفتحها حلو جدا جدا جدا، وطعمه كمان حلو قوي، شارب كده من طعم السمك والتتبيلة. والبطاطس بصوا مستوية ودايبة وطعمها في منتهى الجمال والروعة. جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم جدا. بصي دي اوضح شوية هنا لما فتحتها، شرايح البصل بصي عاملة ازاي. تاكليها بقى تاخدي حتة من البصل مع حتة من السمك، وصدقيني جربي الوصفة وهتدعيلي ان شاء الله. ولو انتي متعودة تشتري السمك الزيت والليمون وبتحبيه بس بتشتريه من بره، بعد كده مش هتشتريه تاني. جربي الوصفة وهتلاقيه احلى من بتاع المطاعم بجد عن تجربة. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. وهستنى تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم وتعليقاتكم، لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ولو عايزين اي وصفة قوليلي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي حبايبي.